ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان جاي علينا، عايزين نعمل مع بعض حبة بهارات كويسة كده تفضل معانا طول رمضان. طواجن بقى، طبيخ، محاشي، اي حاجة تبقى موجودة عندك. طريقتها سهلة وبسيطة ومكوناتها كلها موجودة عندك في البيت. زي ما انت شايفة كده، معانا حبهان وقرفة وفلفل اسمر وكبابة صيني وكمون وكزبرة. هنقول المقادير مع بعض كده. بصي، هنا اول حاجة القرفة معانا ناعمة، زي ما انت شايفة كده. معانا معلقتين من القرفة الناعمة. هنا زي ما انت شايفة ركنتهم على جنب عشان هما مش هيتحمصوا، لازم نحمص البهارات معانا. معلقة كبيرة من الحبهان، معلقتين فلفل، 4 معالق كبابة صيني زي ما انت شايفة كده، 4 معالق كمون، 8 معالق كزبرة ناشفة زي ما انت شايفة. هنا نحط برضو تاني 8 معالق كزبرة ناشفة، 4 معالق من الكمون، 4 معالق من الكبابة الصيني. بص اهي كبابة صيني اللي هو البهار الحلو، معلقتين من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الحبهان. دولت يعني الصحيح معانا هنحمصه، انما ما ينفعش نحمص معانا الحاجات المطحونة، بتبقى هتتحرق معاكي، مش هتستحمل النار. هنا زي ما انت شايفة حطيت الحبوب كلها زي ما انت شايفة كده. البهارات ايدك فيها ما تسيبهاش خالص، عشان البهارات حساسة، عشان ما تتلسعش منك وتمرر معاكي. لازم ايدك على طول بالتقليب بالتقليب لما يعني لحد ما ريحة البهارات معاكي تطلع معاكي، او تحطي ايدك عليها كده تلاقيها سخنت. لما تلاقيها سخنت كده وريحتها تطلع معاكي كده، خلاص طلعت الزيوت العطرية اللي في العطارة معاكي، اللي هي التوابل. هتطلع الريحة الحلوة بقى اللي بتمشي يعني في الحسين وفي الأماكن الحلوة دي، تلاقي ريحة العطارة طالعة معاكي ديت. بقى انت لما بتحمصي كده البهارات بتاعتك بتبقى حلوة أو ريحتها بتطلع. هنا ما تسخن معاكي هنفضيها في طبق عشان الحلة ما تاخدش درجة حرارة الحاجة تتلسع معاكي، يعني الحلة بتبقى سخنة الحاجة ما تتلسعش معاكي. هنحط بقى معلقة القرفة زي ما انت شايفة كده وهي سخنة، ونقلب ونطحن على طول. انا بعملها كده وما بيجرالهاش اي حاجة وهي سخنة، بروح طحناها زي ما انت شايفة كده على طول. بقلب معلقة القرفة البودر عليهم واقلبهم واطحنهم على طول وهي سخنة، عشان ما تبردش الريحة بتاعتها تروح معاها. هنا بقى اول ما بطحنها بهزها زي ما انت شايفة كده، بنخلها عشان خاطر المطحنة بتاعتي بعافية شوية. اي حاجة مش مستحبة كده ارجعي طحني عليها تاني. اما تحطيها تاني ومش عايزة تنعم بقى تروحي حاطة حبة ملح عليها، منها تبقى الملح هيخليها تنعم معاكي، ومن ناحية تانية يبقى مادة حافظة لحبة البهارات اللي انت طحنتيها. بصي كده، انا كده اخر حاجه طحنتها اهي زي ما انت شايفه، ما فيهاش اي حاجه الا حاجات بسيطه، خلاص بقى دي ملهاش لازمه. هنا طحنت البهارات كلها قلبيها بقى كلها ببعض عشان حبه الملح اللي حطيتيهم نتقلب فيها كلها وتبقى ماده حافظه ليه. ما تعبهاش خالص وهي سخنه بقى، هي كده هتجسي البهارات معاكي هتبقى سخنه. كده بقى تسيبيها لما تبرد خالص وتجسيها تلاقي بردت خالص. حطيها بقى عندك في احفظيها في البطرمان بتاعك وحطيها عندك بقى، خلاص كده هي بردت ما تخافيش عليها. انا بحب احط البهارات عندي في بطرمان ازاز. اعملي الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تقسمي الكمية تعملي نصها بس. كل ما يكون عندك التوابل بتاعتك صحيحة وتطحني كميات صغيرة حبة حبة كده زي ما انت شايفة، افضل معاكي، هتفضل بريحتها الحلوة وهتبقى جميلة معاكي. غير ما تعملي كتير الريحة بتاعتها بتروح. انا اهتميت اهيت وعبيتها في البطرمان زي ما انت شايفة، وقفلت البطرمان واشيله بقى في الضرفة بتاعتي الرمضان. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى الفيديو يعجبكم، واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. اسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.